السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم خليك واعي مع اتش. طبعا وحشتوني جدا، بعتذر لكم عن ان انا ما كنتش الفترة اللي فاتت بنزل فيديو اسبوعي، فبترجى منكم طبعا وان انتوا لايك وشير ومتابعة الفيديو ده، لانه بدعمكم احنا بنكمل وبتدوني حافز ان انا اقدر اكمل وافدكم اكتر واكتر. ومن الفيديوهات الكتيرة اللي اتطلبت عن حلقة النهاردة كانت الخصيتين. الخصيتين. طيب الخصيتين دول احنا النهارده في حلقه النهارده هنتكلم عليهم. في اول حاجه، هما ايه الخصيتين دول او بيتكونوا من ايه؟ ومحدش كلمك قبل كده، انت فاكرهم طبعا كورتين بنج او كورتين مكونين من الحديد الخام او الرصاص او معدن الالومنيوم. في الحقيقه طبعا اللي هما مش متكونين من الكلام ده كله، فانا هقول لك بما تتكون الخصيتين، والنقطه اللي بعد كده اهميتهم، وظائفهم، الكلام ده كله. والجزء المهم في الحلقه الخاص بأضرار العادة السرية وكتم القصف على الخصيتين والمشاكل اللي بتبقى راجعة ليها على المدى البعيد، بخصوص ان انت بتبقى عندك الرغبة بتقل والضعف انتصاب، وما عندكش مثلا المشاكل في الخصية نفسها كدوالي او تليف او الكلام ده كله. وهنعرف برضو ايه هي الأضرار اللي بتبقى محتملة على الخصية. فادعمونا بلايك وشير ومتابعه، وان شاء الله يكون حلقه قويه وتعجبكم وتنول رضاكم. مما تتكون الخصيتين، طبعا احنا كنا بنقول مش من حديد، مش من الفولاذ، مش من الكلام ده كله. بكل بساطه الخصيتين بيتكونوا من 4 اجزاء رئيسيه وغشاء خارجي. الاربع الاجزاء الرئيسيه هم الانابيب المنويه، والانابيب المنويه دي هي مسؤوله عن انتاج الحيوانات المنويه. كمان عندك الخلايا المنويه، ودي برضو بتبقى موجوده في الانابيب المنويه وبتنتج الحيوانات المنويه. وعندك الخلايا الليديه، ودي اللي بتنتج هرمون التستوستيرون. ركز وحط 100 خط على هرمون التستوستيرون، لان بدونه ما عندكش رغبه. عشان كده هنقول في الجزء الخاص بالمكملات الطبيعيه ايه اللي بتاخده عشان يحافظ لك على مستوى التستوستيرون. والجزء الرابع والاخير الغشاء اللي بيكون على الخصيه. وعندك بعد كده كل ده بيكون في اطار غلاف اللي هو اسمه كيس الصف. فدي النقط اللي انت لازم تعرفها عشان تبقى عارف ايه الخصيتين او بيتكونوا من ايه، وتعرف ان هما برضو كلها خلايا، حاجات بسيطة جدا، ولذلك هي معرضة للتلف لو انت اسأت استخدام قدراتك الجنسية بطريقة خاطئة. طبعا من خلال الفقرة اللي فاتت عرفنا بكل بساطة من مكونات الخصيتين هما بيعملوا ايه. يبقى وظائف الخصيتين هو اول حاجة انتاج الحيوانات المنوية عشان حضرتك تعرف تخلف. وخلي بالك عشان برضو يعني الشيء بالشيء يذكر، انه الحيوانات المنوية مش مسؤولة خالص. يعني الراجل هو اللي بيحدد، يعني مهما انت كنت بتعمل عادة لا قدر الله او اي حاجة من الحاجات دي ملهاش علاقة خالص. انت عندك حيواناتك المنوية اذا كانت حاملة للاكس، كروموسوم اكس او كروموسوم واي، فانت اللي بتحدد الخلفة، الذكر والانثى. لكن الست هي طول عمرها اكس، فانت اكس اكس يجيب لك انثى، اكس واي يجيب لك ذكر. خلاص، فنعرف ان الراجل هو اللي بيبقى عنده حتة تحديد الذكر او الانثى. طبعا ده بامر ربنا سبحانه وتعالى. فمهما عملت اوضاع مش هتجيب راجل ذكر، انا اسف، او ابنك يبقى بتخلف ابن مش بنت عشان تعمل وضع مثلا الفوليسي حنيسي. لا، مش هيحصل الكلام ده. دي حاجات بتبقى عندك كروموسومات عشان تخلف ولد او بنت. النقطه الثانيه اللي احنا قلناها في وظائف الخصيتين، طبعا انتاج التستوستيرون. مهم في ايه انتاج التستوستيرون؟ زي ما قلت لك، كلما كان التستوستيرون عندك مرتفع كلما كانت الرغبه الجنسيه عندك عاليه. اما كان التستوستيرون اقل من المستوى المطلوب فبيبقى عندك مشكله في الرغبه الجنسيه. بتلاقي نفسك طبعا مهما كانت الزوجه معديه من قدامك بتعمل لك رقصات غريبه، بتعمل لك حركات تزاوج، مثلا الحمام البلدي مع الحمام الكراكان، فبتعمل لك حركات كتيره، تلاقي بتتشقلط لك بتاع انت ولا مش شايفك. انت مش شايفه ليه؟ ما عندكش رغبه في عمل العلاقه معاها نتيجه لايه؟ هرمون التستوستيرون عندك اقل من المستوى المطلوب. طيب احافظ ازاي على الخصيتين؟ هقول لك بقى دي او الفقره دي هنقسمها لنقطتين. واللي ما عملش لايك وشير ومتابعه اعمل لايك وشير ومتابعه عشان تستفاد، عشان تشجعني اعمل فيديوهات تانية لحضرتك تمام، واتفرج على الفيديوهات السابقه هتتبسط جدا. عندك هنا طبعا عشان احافظ على الخصيتين حاجتين، حاجات لازم انت تعملها تتجنبها، وخلي بالك حاجات او افعال انت بتعملها بتضر الخصيتين فلازم تتوقف عنها. هنخش دلوقتي في ازاي احافظ على صحه الخصيتين. بكل بساطه، رقم 1 ان انت ما تلبسش ملابس ضيقه زياده عن اللزوم، لان ده بيعمل زي تقدر تقول كده بيخلي خصيتين على راحتهم، وبيعمل لك مشكله كبيره جدا اللي هي بكل بساطه ممكن يعمل لك زي ضغط على الخصيتين، تليفات، تورمات، الكلام ده كله. ودي حاجه هتؤدي الى في النهايه لموضوع
موضوع زي ما بقول لك الدوالي الخصيتين. الحاجه الثانيه ان انت تجنب بقدر الامكان ان يكون عندك في جزء يعني الحراره الزايده، تمام، دي برضو بتعمل مشاكل الخصيتين. 3 كشف دوري على الخصيتين كده من فتره، سنه، كل سنه، سنتين مثلا، تشوف عندك مشكله ولا لا، واول ما تلاقي مشكله لازم تروح للدكتور المختص فورا وما تتاخرش وما تقعدش تنسى الموضوع او تتلهى فيه. حبايبنا بقى في الفقره دي مدمني العاده السريه، او اللي هم تملي لازم يدهنوا عمود الكردان صباحا ومساء وفي كل وقت وبعد الغداء وقبل الغداء، وسايب الرياضه وسايب الدنيا. نصيحتي ليك انه العاده السريه الكتيره، وهنرجع للنوع تاني طبعا، العاده السريه الكتير جدا هتعمل لك حاجتين يا صديقي الغالي، او اللي بتابع معايا لغايه الفيديو لغايه دلوقتي، هتعمل لك مشكلتين كبار جدا. رقم 1 التهاب الخصيتين، و2 دوالي الخصيتين. تاني، العاده السريه كترتها وادمانها هيخلي عندك دوالي الخصيتين والتهاب للخصيتين. بس كده هديك بقى كمان، خد عندك سرعه قصف، ضعف، انتصاب، توتر وقلق والاكتئاب. خلاص، عشان تبطل تلعب فيه كتير. اديني بقولها لك اهو من خلف الشاشه، بلاش تلعب في عمود كردانك وتقعد تلمعه كل يوم. ده هيؤدي في النهايه المشاكل في الزواج، وكمان ممكن كمان وده هيؤدي برضو لضعف الرغبه الجنسيه بسبب ادمان العاده اللي انت اتعودت ان انت تستمتع بايدك اكتر من المهبل الخاص بزوجتك. نفس المشاكل اللي قلناها للعاده السريه وادمانها برضو بترجع لكتم القصف. كتم القصف بيرجع بيه بعض الرجال، سواء ان هو بيكتم القصف بايده، وبعض طبعا مدمني العاده بيكتموا القصف بايديهم عشان يحصلوا على اكبر قدر ممكن من المتعه. لكن صدقني الموضوع ده ممكن يسبب لك تدمير كامل للبروستات والخصيتين، وهتبقى محتاج عمليات ومشاكل كتيره انت في غنى عنها. بلاش تكتم القصف. كتم القصف اللي بنتكلم عليه، اللي انا بقول لكم عليه ان انت تطول ومش عارفه ايه والكلام ده كله، بقول لك من هنا ان انت تلغي فكره الرغبه الزايده، فكره التخيلات والكلام ده كله. لكن هتكتم بايدك، هتعنف الحماده بتاعك او الزنفولي كما يقولون في بلاد فارس، فهتبقى عندك في مشكله كبيره جدا بعد كده في العلاقه الجنسيه مع الزوج. الفقره دي بقى هتقول لي حبيبي انا، طب انت عمال تقول لي بقى البتاعه والعلانه والعاده والمش عارفه ايه، طب ساعدني، خد بايدي يا ابني. طيب هقول لك انا حاجه بسيطه جدا، اخد بايدي يا اتش يعني. هقول لك حاجه بسيطه جدا دلوقتي، ايه هي المكملات الطبيعيه اللي هتظبط لك الخصيتين وتخليهم امبر 1 يعني تمام وفي صحه وسلام وزي الفل اطول فتره ممكنه. وبنرجع ونقول ما ننساش، قبل كده قلت لكم معلومه في الفيديوهات السابقه، اللي مش تابعني على برضو وسائل التواصل الاجتماعي الاخرى طبعا هتلاقيها موجوده عندك. ومهم جدا ان انت تتواصل معايا لو انت عندك اي استفسار، وهساعدك جدا في كل الاسئله. المهم قلت لكم قبل كده انه من سن ال30 بيبتدي كل سنه نسبه التستوستيرون في الدم بتاعتك بتقل 1% عن المستوى اللي موجود عندك انت، تمام، فبتختلف من شخص لاخر، بس هي بتقل 1% سنويا، تمام. ايه هو بقى المكملات الطبيعيه؟ بكل بساطه اهمهم الزنك. الزنك من المكملات الطبيعيه، واكتب ورايا الزنك من المكملات الطبيعيه المهمه ليه؟ عشان حضرتك تحافظ على مستوى التستوستيرون، وبالتالي يبقى عندك رغبه، وبالتالي تبقى تملي يعني زوجتك قدامك غزاله شارده، لكن طول ما انت هرموناتك قال شايفها مدحت شلبي وهلا هلا هلا هلا، تمام. فالزنك مهم جدا. فيتامين سي برضو مهم جدا للخصيتين، ليه؟ بكل بساطه واستحقاق، عشان بيمنع الاكسده، وبالتالي بيحافظ لك على الخصيتين اكبر قدر ممكن من ان هم ما يكونش فيهم تليف او اي مشاكل خاصه بالدوالي والكلام ده. فيتامين اي انا اسف كويس جدا برضو، وهو من الفيتامينات المضاده للاكسده. وخد بقى معاك شويه اشواجندا، الماكا وجذور الماكا، وكمان تقدر تاخد معاك الجينسينج. كل دي حاجات كويسه جدا، صحيه جدا لحضرتك. المهم ويهمني جدا، وزي كل حلقه ما بقول، ما تاخدش اي مكمل طبيعي غير بالرجوع لطبيبك المختص، لان انت ممكن لا قدر الله عندك مشاكل صحيه، مشاكل في المعده، مشاكل في القلب، مرض مزمن، ضغط، سكر. اسال طبيبك، والله انا ناوي اخد اللي بتتابع معايا يعني، ناوي اخد مجموعه الادويه دي، اعمل ايه حضرتك؟ والله لا عادي، مفيش مشكله ان انت تاخده. تملي خلي بالك صحتك انت اكتر واحد هتحافظ عليها، وما تاخدش تاني برضو اي معلومات خاصه بادويه من اي منصه وخلاص، لازم ترجع لطبيبك، ما تكسلش، دي صحتك في الاول وفي الاخر. في نهايه الامر او في نهايه الحلقه حابب اقول لكم، طبعا اللي متابع معايا لغايه دلوقتي بشكرك شكرا جزيلا، وحابب منك ان انت طبعا لايكك وشيرك وتولع الدنيا. هديك نصيحه مهمه جدا، العلاقه مع الزوجه عشان تحافظ عليها اكبر قدر ممكن بتبتدي من لما بتبعد ايدك عن سحلبوزك قدر الامكان. فانت لازم تكون بتلعب رياضه، وقلنا جري 15 دقيقه مع المكملات اللي ذكرناها. طبعا في جزء تاني زي الارجينين مثلا خاص بالانتصاب والكلام ده كله، وارجعوا لحلقه المكملات
المكملات الطبيعيه هتلاقيني ذاكر الكلام ده كله، المكملات الخاصه بقوه الانتصاب والكلام ده كله. الخصيتين سهل جدا تدميرهم وسهل جدا تحافظ عليهم، يعني هي سهل هنا وسهل هنا. عايز تدمرهم عادتك السريه، كتم القذف، الكلام ده كله، وما تاخدش بالك تقعد تلعب العاب في حاجات ضيقه تعمل لك مشاكل. فخلي بالكم، لان في النهايه ده جزء رئيسي جدا في عمليه التزاوج والخلفه طبعا والكلام ده كله. وانا اتمنى اكون في الحلقه دي قدرت ان انا اوصل لكم اكبر قدر من المعلومات البسيطه بطريقه كوميديه زي ما انتم عارفيننا. واكتبوا لي في الكومنتس ايه الفيديوهات اللي انتم حابينها في الفيديو القادم ان شاء الله. ووعدكم ده وعد، يعني الاسبوع اللي جاي ان شاء الله برضه هيكون في فيديو، فانا من كومنتاتكم اعرف انا هعمل لكم ايه في الفيديو القادم ان شاء الله.